من العيار الثقيل، فريق الأهلي المصري يستضيف فريق الجيش المغربي في قمة منتظرة في القاهرة. هذه قمة من القمم الكبيرة بين فريق مصري وفريق مغربي. كرامي يشجع الأهلي، أنا أشجع الجيش. أنا دائما أقول ديما عسكر. مواجهة كبيرة كابتن كرامي بين فريقين كبار. نعم. طب لو الزمالك اللي بيلعب الجيش هتشجع مين يا عبد الله؟ تفضل كابتن كرامي. الاثنين كبار. نعم. واي مباراه مع فريق مصري مع فريق مغربي بتبقى ديربي. نعم. ان كان بقى الحال النادي الاهلي الكبير افريقيا مع الجيش الملكي الفريق المحترم. على فكره الجيش الملكي بيلعب كوره عبد الله هجوميه، مش بيلعب كوره دفاعيه. فالمباراه زي ما شفنا في المغرب 1-1 وكان المغرب الجيش المغربي متقدم. نعم. شفنا مباراه فنيه على اعلى مستوى. انا اتوقع المباراه تكون على اعلى مستوى، واهميه المباراه عبد الله ترجع للصداره. الاهلي لو خد الصداره بيلعب تواني المجموعات، يبتعد تماما عن، وهكذا بالنسبه للجيش المغربي اللي لازم يكسب عشان خاطر يصعد. اكيد. فمن هنا الاهميه، وكمان بتزيد الاهميه اللي النادي الاهلي طلب الساعه الكامله للجماهير في الاستادات. هذه قمه منتظره كابتن، قمه منتظره. والمغرب لما بيحضر عبد الله اي فرقه مغربيه عبد الله بيبقى حاضر في بلده. صحيح. وانا متاكد عبد الله استقبال شقيق لشقيق ومن المطار، وهيكونوا نعم. على اعلى مستوى من الراحه لا ينقصها الا نشاهد مباراه فنيه تليق بيهم. نعم. لان كذلك الجمهور العسكر جمهور الجيش سيكون حاضر باذن الله تعالى في عاصمه مصر القاهره. اعتقد المباراه في القاهره. مظبوط. في قمه منتظره. جمهور الجيش دائما يواصل ابداعاته في المدرجات. مزبوط. يواصل ابداعاته دائما في المدرجات جمهور الجيش المميز.